الشيخة حمارة هي أجمل بنات حاكم دبي الشيخ محمد، ولسنين طويلة كانت زوجة الأحلام لكثير من الشيوخ العرب. لكن في عام 2023 تجوزت ابن عمها الشيخ مانا في فرح فخم خطف أنظار العالم كله. الزوجين دايما كانوا باين عليهم الحب قدام الناس، وخلفوا بنت جميلة. لكن من كام يوم الشيخة خان مارا صدمت الكل لما أعلنت طلاقها في بوست على إنستغرام. إيه اللي حصل بالضبط بينهم؟ وإيه السبب الحقيقي ورا طلاقهم المفاجئ؟ اتفرجوا على الفيديو كامل علشان تعرفوا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتضغطي على جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد أول ما أنزل فيديو جديد. يلا نكمل. حاكم دبي الشيخ محمد آل مكتوم واحد من أغنى وأقوى الناس في العالم، وثروته بتتقدر بحوالي 15 مليار دولار. الشيخ محمد عنده عائلة كبيرة، اتجوز 6 مرات وخلف على الأقل 30 طفل من ستات مختلفين. مع ذلك قليل من أولاده بيعيشوا حياة علنية. واحدة من بناته الشيخة حمارة حصلت على شرف زي ده. الشيخة مارا مميزة بين الستات في الإمارات لأنه مش بتلبس حجاب وبتحب تلبس هدوم زاهية وملونة. ستايلها بيمزج بين الحشمة العربية التقليدية والأناقة الأوروبية بشكل مثالي، وده بسبب إن والدتها زوي غريغوراكس من أصل يوناني. قصة تعارف زوي مع حاكم دبي مليانة غموض. اللي معروف بس إنهم تجوزوا سنة 1993، لكن جوازهم ما استمرش كتير، وخلفوا مارا في شتاء 1994، وكانوا سموها في الأول كريستينا. وبحسب الشائعات الشيخ محمد خصص لزوي 90 مليون دولار واشترت بيهم بيت في لندن وعاشت فيه مع بنتها لحد ما مارا كبرت. من سنة 2009 الشيخة أمارة عايشة في دبي، ورغم إن والدها راجل صارم جداً إلا إنها عندها حرية أكثر من أي حد من أولاده التانيين. هي دايماً بتحضر فعاليات عامة وبتحب تظهر قدام الناس. الجرايد والمجلات دايماً بتكتب عنها، وعندها مدونة مشهورة على إنستغرام بتشارك فيها صورها. الشيخة كين مارا عندها قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب جمالها اللافت. في سنة 2020 تم اختيارها ضمن أفضل 10 نساء مسلمات جمالاً في العالم من قبل مجلة فيلجا بالمرموقة. لسنين طويلة رجال عرب أغنياء كانوا بيحلموا يتجوزوها، لكن الأحلام دي اختفت في 2023. والدها لقالها عريس مناسب، الشيخ مانع آل مكتوم، اللي هو واحد من قرايبها وعضو في الأسرة الحاكمة في دبي. الشيخ مانع رجل أعمال ناجح وبيمتلك بعض أكبر شركات التجارة والتكنولوجيا والتطوير اللي شغالة جوا الإمارات وبرا كمان. بجانب نجاحه وتنوع أعماله، الشيخ مانع باين عليه مغامر، وده واضح من حسابه على إنستغرام. هو وشيخ أنمارة باين عليهم عندهم حاجات كتير مشتركة. الاثنين شباب وجذابين جدا وعندهم حياة اجتماعية نشيطة وبيحبوا الحيوانات ورياضة الفروسية، كانوا باينين كأنهم مناسبين لبعض جدا. الزوجين أعلنوا خطوبتهم في مارس 2023، وفي إبريل عملوا احتفالاً لتوقيع عقد الجواز حسب العادات الإسلامية. بعد كده عملوا حفلة زفاف فخمة في دبي في يونيو 2023. والد شيخة مارا بما أن فرحها يفضل في الذاكرة لسنين طويلة. الاحتفال اتعمل في مركز التجارة العالمي في دبي، وكان فيه عدد كبير من المعازيم. العروسة لبست فستان مستوحى من الطراز اليوناني بفتحة صدر، سيبت شعرها منسدل بشكل أنيق، وكملت التسريحة بطرحة طول مطرزة. بالنسبة للمجوهرات لبست إسوارة ألماس وخواتم ألماس وساعة ألماس من شوبارد، وده زود لمسة من الفخامة والرقي على طلتها. مارا كانت فعلا شبه ملكة قدام جوزها اللي ظهر في الحفل باللبس العربي التقليدي. على طول بعد الفرح الزوجين الملكيين سافروا على جزر اليونان علشان شهر العسل. مجموعة صور من رحلتهم الرومانسية بتبينهم وهم بيتمشوا في الشوارع وبيستمتعوا بركوب الجيت سكي. بعد 5 شهور من الفرح الزوجين أعلنوا إنهم منتظرين طفل. الشيخ هنمارا شاركت صورة سونار على إنستغرام وكتبت تعليق لطيف: إحنا الثلاثة مع بعض. الزوجين استقبلوا بنتهم في مايو 2024 وسموها مارا زي أمها. الشيخة خان مارا عبرت عن فرحتها بإنها بقت أم، وقالت إنه ده
أكتر تجربة لا تنسى في حياتها. الصور كمان أظهرت الشيخ مانا وهو شايل بنته الصغيرة بحنية. الكل شافهم كزوجين مثاليين، وكان باين عليهم إنهم بيحبوا بعض. لكن بعد شهرين بس من ولادة بنتهم، الشيخة خان مارا صدمت العالم لما أعلنت طلاقها من جوزها على إنستغرام. كتبت: زوجي العزيز، بما إنك مشغول مع صحبة تانية، أنا بعلن طلاقنا. أنا بطلقك، أنا بطلقك، وأنا بطلقك. خد بالك، طليقتك. لما كررت الجملة وقالت أنا بطلقك 3 مرات، الأميرة كانت بتستخدم طريقة مثيرة للجدل اللي فيها الراجل المسلم يقدر يطلق مراته فوراً لما يقولها 3 مرات. الراجل مش محتاج يدي سبب ولا ياخد موافقة مراته. شيخة مارا مش بس أعلنت قرارها، لكن كمان شالت كل الصور اللي معاها مع الشيخ مانع وعملت له أنفولو في نفس اليوم. وهو كمان عمل نفس الحاجة. وده خلى الكل يتساءل إيه اللي ممكن يكون وصلهم لقرار كبير زي ده. على حسب الشائعات، الشيخة هامارا اكتشفت جوزها وهو بيخونها مع واحدة تانية، وطبعاً كانت زعلانة جداً. وفي مصادر كمان قالت إنه كان عايز يتجوز الست دي ويبقى عنده زوجة تانية، عشان الرجال المسلمين ممكن يكون عندهم لحد 4 زوجات في نفس الوقت. بس الشيخة مارا ما قدرتش تتحمل فكرة إنها تشارك جوزها مع حد تاني، وطلبت الطلاق فوراً. الأميرة أثارت الشكوك حوالين زواجها اللي فيه مشاكل من أكتر من شهر، لما نشرت صورة لبنتها وكتبت عليها إحنا الاتنين بس. بوست الطلاق بتاعها جاب دعم كبير من ناس من كل أنحاء العالم، اللي شافوا إنه قرارها الجريء ده قوة كبيرة لستة في مكانتها. واحدة كتبت: بحسها حاجة قوية لما الست تعرف قيمتها وتقف بثقة وتدافع عن نفسها. واحدة تانية كتبت: دي حاجة عمري ما شفتها، بحب جدا لما الستات يمسكوا زمام الأمور. واحدة تالتة علقت: ده مش بداية فصل جديد في حياتك، دي بداية كتاب جديد خالص، ألف مبروك. بوست الأميرة عمل صدمة كبيرة في الإمارات، وكتيرين قالوا إن الرسالة دي أكيد بسبب إنه حساب مارا اتهكر. بس بما إنها لسه منزلة بوست مع بنتها، ده أكد إن بوست الطلاق كان فعلا حقيقي. مارا مش أول بنت للشيخ محمد تعلن إنها مش سعيدة بحياتها في دبي. 2 من أخوتها، الشيخة لطيفة والشيخة شمسة، حاولوا يهربوا لكن اتقبض عليهم ورجعوهم دبي واتحبسوا. الشيخة لطيفة وصفت أبوها إنه مجرم كبير، واتهمته إنه بيحبس الستات اللي بيعصوه قبل ما تهرب من دبي. البوست الصريح والجريء للشيخة مارا خلى الناس يشوفوها شخصية شجاعة وصريحة، مش خايفة تنتقد جوزها قدام الناس. لما أخذت موضوع شخصي زي ده وطلعته على منصة عامة، بيّنت جانب عصري وجريء من العيلة الملكية اللي ناس كتير بتتفاعل معه. لو كنتي مكان الشيخة مارا، كنتي هتعملي نفس الحاجة؟ شاركي رأيك في التعليقات. وده كان كل حاجة. لو عجبك الفيديو وعايزة تشوفي فيديوهات تانية زيه، اتأكدي إنك تعملي لايك تحت تقديراً. ولو لسه ما اشتركتيش، فعلاً لازم تشتركي في قناتي وتضغطي على علامة الجرس عشان يوصلك إشعار أول ما أنزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفك في الفيديو الجاي.